وهنعمل الحلو بغاشة، عشان كان في حد عمال يقول لي اعمل لنا حاجه حلوه. عمال افكر من بدري اعمل ايه اعمل ايه. هعمل بغاشة بطريقه جديده عشان اجيبكم ان شاء الله. دول نص كيلو لبن مع 3 معالق نشا. دي الحشوه اللي انا هعملها في البغاشة. دي المهلبيه يا جماعه اهي. بحاول ان هي تتخن عشان لما احطها في البغاشة تبقى ماسكه نفسها، ما تبقاش سايحه عشان ما تقعش من قلبها. طبعا انا هعمل جزء ساده وجزء محشي بالمهلبيه عشان اللي حابب ياكل ده ياكل واللي حابب ده ياكل. شايفين عامله ازاي؟ طبعا انا هغطيها عشان الشاي ما يعملش قشره. ومعايا السمنه دي مسيحه شويه. بالظبط كيلو دقيق، عشان قبل كده انا عيرت عشان عايزه اعرف كيلو دقيق بالظبط بيطلع قد ايه. طلع 8 كوبايات. انا كده خدت 4. ام ميرفت بتقول لك يا احلى ام في الدنيا، كفايه بس لسانك اللي زي العسل واكلك الجميل وكل حاجه حلوه. ربنا يكرمك. تسلمي يا احلى ام ميرفت حبيبه عشان هي قلبي. بنت عادي دي ميه عشان بالكاتب. فيصل بيقول لك والله انكم امورين زي القمر. حبيب تسلم يا قلبي. فيصل. بصي ده حوالي نص معلقه ملح صغيره بس. بصوا يا حبايب قلبي اهو، نص كيلو دقيق يعني 4 كوبايات دقيق. حطيت عليهم نص معلقه ملح صغيره وادي كوبايه ميه هننزل بيها بالتدريج، وكل ما تعوز العجينه هحط لها. انا مش عايزاها ولا عجينه سايحه قوي ولا متماسكه قوي، يعني انا عايزاها حلوه عشان وانا بفردها بالنشابه ما تلزقش معايا. عجينه البغاشه ولا بحط لها بقى ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هي ميه ونص معلقه ملح، ما حطيتش اي حاجه تانيه ولا سكر ولا اي حاجه، لان هي كده كده انا عملنا عسل كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، وعملناها عسل ونص فص ليمون. اللي هو العسل يا جماعه اللي هو اللي ايه اللي مش ماسك نفسه تقيل، اللي سايح شويه. طبعا انا ما خدتش بالي ورحت دلقه على طول الميه وانا بكلمكم، فالعجينه طريت مني. انا هعملها بشويه دقيق تانيين، لان في دقيق قبل كده خد معايا كوبايتين ميه. دي ما كملتش، يعني انا يا دوبك كوبايه ويا دوبك المفروض كنت خدت نصها، زودت حبه راح اضطريتها. مش هتاخد الكوبايه التانيه. عشان كده بقول لكم الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. سمنه المعلقه دي طبعا كبيره، المفروض بالمعيار المعلقه التانيه. معلقه على عجينه فقط لا غير اهي. يا دوبك دي هترتاح 10 دقايق، اروح واخداها شغاله فيها على طول. هعملها قدامكم على طول، وبعد ما اخلصها بتخش على الفرن. الفرن يكون والع مثلا درجه الحراره 180، وتخش الفرن وايه. واول ما تخرج من الفرن طبعا العسل انا محضراه بارد، هروح ساقينها بيه. انا كده حطيت بتاع ربع كوبايه دقيق تاني عشان الم العجينه تاني واظبطها اهو. ماشي، انا عايزاها عجينه كده ماسكه نفسها شويه، يعني مش عايزاها سايحه. يبقى عشان هركن العجينه ترتاح هرش ايه؟ ده مش دقيق، ده نشا. مش هستعمل الدقيق تاني، هستعمل النشا. وادي من على الوش شويه نشا. ماشي يا حبايبي اهي. وهسيبها بقى ترتاح شويه. اغطيها طبعا. كمال بيقول لك تسلم ايديك يا تيتا، شكلها جميل، انت شاطره يا تيتا، ربنا يديك الصحه. تسلم يا كمال. البغاشه انا رشيت شويه نشا واديتها برمه وقطعتها، قسمتها على 12 واحده. نص كيلو دقيق قطعته على 12 واحده. ماشي، وبعد كده هفرد بالنشا. مش هستعمل دقيق. ده شويه نشا يا جماعه اهو. ارش نشا على التقطيعه بتاعتي الايه. ماشي اهو. وهفرش على وشها كيس عشان ما تنشفش كده. هنبدا كده. صلوا على الرسول بقى عليه الصلاه والسلام. خليها تجيب صاج. هاتي صاج يا سوسو. صلوا على النبي كده عشان الحاجه تطلع حلوه. نجاة بتقول لك ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك سعاده الدايرين، والله شيء بيشهي. تسلمي يا احلى نجاة في الدنيا. تسلمي. بقول لك امسكيها كده هتنزليها على العجينه وترشوا بقى كل بين واحده وواحده كده. احطهم على بعض. فرح بتقول لك والله اللايف ما بيحلاش الا بيك. تسلمي يا احلى شبروح. رومي ربنا يديلك الصحه. تسلمي. كده حطيتهم على بعض ال 12 واحده بنفس الطريقه. هعملهم احطهم كلهم على بعض. ابي يقول لك الله يعطيك الصحه والعافيه يا حاج. اللهم امين. انا وانتوا يا رب. ام صاصه قلت لك ربنا يكرمك يا ام حسام. تسلمي لي يا صاصه.
ام فيصل بتقول لك ممكن اعمل الكاستر بدل المهلبيه. اللي انت اللي يعجبك، عايزه الحشوه اللي انت عايزه تحطيها حطيها. ال 12 واحده مفيش ولا واحده هتلزق، عشان انا حاطه بين كل واحده وواحده النشا. امسكي هنقلبها كده على الناحيه التانيه، وزي ما عملنا من هنا هنعمل من هنا. هنعزل بقى اي حاجه مكرمشه، اي حاجه كده كده هنعملها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا احنا كده هنفضها من النشا، ولو حطينا كده اتقطعت دي مني معلش ما يجراش حاجه، اعرف اتصرف فيها. وبعدين اروح جايبه كده عرض وطول، قفلتها كده ببعضيها. اروح جايه هنا عامله ايه، طبعا انا ما عنديش القمع، فانا هنزل هنا في النص. حطوا زي ما انتوا عايزين، ما تخافوش. المهلبيه اللي انا عملتها اهي احطها هنا في النص بالظبط كده. ماشي، اروح جايه بالجزء ده هقفل كده عليها، وندهن سمنه. الجزء التاني برضو نفس الحكايه اللي قصادها، اروح جايبه كده واروح برضو دهنه عشان تطلع مورقه كده وحلوه. وبعدين الجزء ده اللي اتقطع ده هغطيه، هجيبه كده برضو هديله دهنه. بعد كده هنجيب الجزء التاني اللي تحت ده، وهتبقى بالمنظر ده. انا هندهن ده برضو سمنه كده. هنحطها كده. بعمل معاك واحده تانيه اهي، بصوا صلوا على رسول الله كده. بعد كده بروح جايباها يعني ايه عرض طول، بروح لما كده على بعضيها اقفلها اهي. ماشي، بروح جايه معلقه مهلبيه في النص، ما تخافوش حطوا ولا يحصل اي حاجه ولا تقع ولا اي حاجه. وبعدين بروح جايه جايبه كده عليها، واروح بقى احط السمنه. السمنه بورقها بقى وخليها حلوه من جوه. يعني برضه كده نفس الحكايه، اروح ايه احط السمنه برضه كده، واروح قافله دي كده. العمليه كلها بتتقفل في بعضيها يعني. بعد كده جايبه كده عليها، اللهم صل على النبي اللهم بارك، اشيلها كده. رايكم بقى احطها في الصاج ومختها. دي بقى السمنه يا جماعه، تسقوهم كده وشهم حلو بالسمنه. الشربات يبقى الشربات خفيف وبارد. وبارد طبعا. مش شربات يا جماعه، الشربات مش تقيل، يعني شربات خفيف. بصوا بقى كده، بسم الله. طبعا هو لسه طالع سخن حالا. اوعى وشك مع ام حسين. اوعى وشك مع ام حسين، اديله ادي مع ام حسين. احلى بغاشة دي ولا ايه؟ احلى غش. تحفه. تسلم ايدك يا ست الكل. اللهم صل على النبي. بص ظهرها زي وشها. عايزه اوريكم بقى التوريقه بتاعتها. بصوا كده بتصير مش عارفه القرمشه بقى. بص دي ساده قلبها ما فيهاش حشو بتاعت بسبوسه. وديت اللي فيها المهلبيه، المفروض ان هي مهلبيه بس بعد ما خلصت بقى طعمها قشطه، بقت قلبت القشطه. ودي طبعا البطاطس السربونيت اللي باللحمه المعصجه، حاجه قلاجه فوق الوصف. انا دقت ده وده قدامكم، مش قادره اقول لكم، مش هتندموا لما تعملوه. لو عجبكم الفيديو الجميل الحلو ده ما تنسونيش تعملوا لي لايك وتعملوا لي متابعه وتشتركوا في القناه وتعملوا لي اعاده نشر. واشوفكم على خير واعمل لكم الاحسن والاحسن والاحسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى وشك مع ام حسين.